السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة يوم جديد من يوميات شطورة في البيت. هنعمل فيه وصفة سهلة كده وبسيطة ان شاء الله تعجبكم. هنعمل النهاردة الكوبيبة الشامي بطريقة سهلة وجميلة جدا. قد ايه هي حلوة وقد ايه هي سهلة وبسيطة ومش هتاخد منك اي وقت ومش هتفك منك خالص من النار. يلا بينا نشوف المقادير ونشوف الطريقة ازاي مع بعض. المقادير بتاعتي بقى عشان اعمل الكوبيبه الشامي بتاعتي، عندي هنا نص لحمه مفرومه، لو انت عايزه تضعفي الكميه مفيش مشكله. وهنا عندي كوبايه من البرغل انا غسلته ونقعته في ميه وبعد كده صفيته. وعندي هنا بصلتين كبار بشرتهم بالشكل ده. وهنا التوابل بتاعتي زعتر وفلفل اسود وكمون وقرفه وشطه وملح وثوم. اول حاجه هنعملها دلوقتي ان احنا نعصج اللحمه على النار كده. حطيت مكعب زبدة وشوية زيت صغيرين. هنزل بعد كده عليهم بالبصل. هحط كده البصل بس مش هحط الكمية كلها، هسيب كده حوالي بصلة صغيرة كده. لحد ما يدبل كويس. اول ما احس ان البصل كده دبل معايا هحط له بعد كده شويه توم كده صغيرين. اقلبه كده كويس. بعد كده هنزل باللحمه بس هسيب برضو قطعه منها، مش هحطها كلها. هسيب برضو جزء كده صغير. هقلبها كده. هحط لها بقى التوابل بتاعتها كلها. حطيت هنا شطه، ملح، كمون، كزبره ناشفه وفلفل اسود. اقلبها كده كويس. لو عايزه تزودي لها قطع فلفل مفيش مشكله. هسيبها بقى كده على النار تتعصج كويس لحد ما تستوي. عندي هنا بقى في الكبة هحط باقي اللحمة والبصل. وبعد كده هحط كوباية البرغل بتاعتي. وهحط باقي التوابل اللي انا قلت عليها كلها مع الثوم. وهفرمهم كويس مع بعض في الكبة كده. فرمتها بقى معايا، قعدت افرم فيها كده اكتر من مرة، حوالي يعني 10 دقايق بالشكل ده لحد ما بقت متماسكة معايا كده. هنبتدي بقى نشوف هنكملها ازاي مع بعض.
هبتدي بقى نشكلها مع بعض بالشكل ده. جبت هنا طبق جنبي فيه زيت، ممكن تحطي طبق فيه ميه مفيش مشكله عشان اقدر بس اشكلها. حاول بقى نعمل كده زي قرطاس بالشكل ده كده. وهحط هنا من اللحمه، واحاول اقفلها كده بالراحه. لو احتجت ان انا ازود لها حته مفيش مشكله. حاولي بقى تشكليها بالشكل اللي انت عايزاه. حاول بس نعمل لها حرف كده. بالشكل ده كده. نعمل كمان واحدة. بالشكل ده. واحط هنا لحمة. تقدري تعملي الكمية اللي انت عايزاها وتشيليها في الفريزر في اي وقت تطلعيها على التحمير بس. اقفلها كده. احاول اعمل لها كده حرف. ممكن تسيبيها كده مفيش مشكلة. كده. اعمل كمان واحدة. وانا هكمل معاكم باقي الواحدة ديت، وانا هكمل بعد كده الكمية كلها. كده. اهي نقفلها كويس عشان ما ولا تشقق ولا تفتح مننا في القلي. بالشكل ده كده. هخلص بقى كل الكمية بالشكل ده ونشوفها مع بعض، نكملها مع بعض. بعد ما خلصت كمية الكوبيبة معايا بالشكل ده كلها، حطيت هنا زيت على النار. هستنى كده لما يسخن شوية وبعد كده ابتدي انزلها فيه. هبتدي بقى انزلها في الزيت بالشكل ده كده. كده. هسيبها بقى كده على النار لحد ما تاخد لون من الناحية اللي تحت، وبعد كده اقلبها على الوش التاني. هبتدي بقى اقلبها كده على الناحية التانية. ما فكتش اهيت ولا اي حاجة. بعد ما اتحمرت معايا كده بالشكل ده هبتدي بقى اطلعها. كده. وهحط بقى الباقي. هخلصها بقى كلها بالشكل ده كده. الكوبيبه بتاعتي خلصت بالشكل ده وحطيتها في الطبق. ممكن بس نفتح كده واحده مع بعض. هنفتحها كده مع بعض.
بالشكل ده كده. يا رب النهارده الوصفه تكون عجبتكم. اهم حاجه ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.